السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة حلقة جديدة من حلقات سلسلة تعلم اللغة الإنجليزية من الصفر حتى الاحتراف. لو أول مرة تشوفنا هيظهر لك فوق كده قائمة مترتب فيها حلقات السلسلة من أول حلقة واحد لحد ما احنا واقفين. اسمع الحلقات بالترتيب علشان في حلقات بتبني على اللي قبلها، فلازم تكون مذاكر اللي قبل الحلقة دي مثلا كويس. فلو اول مرة تشوفنا ما تنساش ان انت تشترك في القناة وتفعل زرار الاشعارات على الكل عشان يوصلك اشعار بكل اول فيديو جديد. هنتعلم في حلقة النهاردة ازاي نقول التاريخ بالانجليزية، ايه الفرق بين التاريخ في امريكا وباقي دول العالم. هناخد في اخر الحلقة حروف جر مهمة، حرف الجر مع الشهر ايه، مع السنة بيكون ايه، ومع اليوم بيكون ايه. اهم حاجة متنسوش ان انتوا تعملوا لايك لان ده بيساعد الفيديو انه ينتشر لاكبر عدد من الناس، وطبعا الدال على الخير كفاعله. يعني تخيل ان اللايك بتاعك ده بيساعد ناس كتير تشوف الفيديو، كل ما بيسمعوه عداد الحسنات شغال عندك. طيب علشان ننطق التاريخ لازم نكون عارفين 3 حاجات. اول حاجة اليوم، الشهر، السنة. نيجي بقى عند السنة وهي دي اللي بتكون كبيرة ويمكن طريقة نطقها بتضايق بعض الناس. السنة سهلة جدا، بنقسمها لجزئين. الجزء الأول هو أول رقمين من جهة الشمال، الجزء التاني هو الرقمين الأولانيين. يعني السنة اللي قدامنا دي بننطقها ازاي؟ بنقول 2013 2013 2013 يعني 2013. قسمناها لجزئين، الجزء اللي ناحية الشمال الأول وبعد كده الجزء اللي ناحية اليمين. طيب السنة اللي قدامنا دي هننطقها ازاي؟ 1959 1959 1959. طيب السنة دي 1820 1820 1820. 2015 2015 يعني 2015. 2022 2022 يعني 2022 أو 2022. طيب لو السنين بقى بادئة من أول 2000 لحد 2010 مش بنطبق عليها الجزئية دي. ما ينفعش أقول مثلا 2000، لا، بنطقها زي ما بقولها بالعربية عادي. أيوة، يعني بقول ايه؟ بقول زي ما بقولها بالعربي. 2001 2001 2001. طب لو 2002 2002. 2003 2003. 2004 2004. 2005 لحد ما نوصل لل10. عايزاكم تعرفوا ميلادية وقبل الميلاد، بس الأول هناخد مثال بسيط كده. نحن في العام 2019 ميلادي. أقولها ازاي بالإنجليزي؟ We are in the year 2019. لاحظوا في الجملة اللي فوق الفعل المساعد are. يعني مثلا لو أنا عايزة أقول أنا في مصر أقول I in Egypt، لا غلط، لازم أحط فعل مساعد وأقول I am in Egypt. لاحظوا فوق في الجملة الخضراء اللي فوق we are in the year 2019، السنة بتاخد حرف الجر in. we are in the year 2019. تعالوا بقى ندخل على قبل الميلاد وبعد الميلاد. المصطلح ده اللي بيكون موجود بعد التاريخ. قبل الميلاد بنرمز ليها بالرمز ده BC، وبيكون في نقطة بعد كل حرف لأن دي اختصارات. البي اختصار ل before، والسي اختصار ل Christ، before Christ يعني قبل المسيح. بعد الميلاد واختصارها هو AD، وهنا بقى ناس كتير اختلفوا في الجزئية دي.
في ناس تجتهد وتقول ان هي اختصار ل after death، اللي هي بعد الوفاة، بعد وفاة المسيح. وطبعا ده مش صح، لأن المسيحيين اللي وضعوا التقويم في اعتقادهم ان المسيح حي. طبعا عندنا في الإسلام المسيح حي. طيب ازاي المسيح حي وهيأرخوا التاريخ بوفاته؟ طيب هنا يبقى عندنا فجوة زمنية كبيرة، وهي فترة حياة المسيح. وهنا يكون عندنا فجوة زمنية كبيرة، يعني لو حصل حدث معين مثلا وهو المسيح عنده 9 سنين، هنقول قبل الميلاد ولا بعد الوفاة؟ هنا في فترة زمنية مفقودة. ترجع ايه دي الى انها اختصار لاتيني معناها انه دوميني، انه دوميني in the year of our Lord. طيب عايزين بقى ندخل على الجزئية اللي بعد كده، وهي الإخبار عن التاريخ. لو في أمريكا بنكتب الشهر الأول، يعني 24 فبراير، نقولها January 24 أو January 24th. January 24th 24 من يناير. وده طبعا على عكس باقي دول العالم زي ما هناخد قدام، خليكم معايا. طيب ايه بقى حكاية ال TH اللي على force دي؟ خدنا قبل كده first second third fourth، واللي هي الأرقام الترتيبية. first معناها الأول، فبنختصرها بواحد كده وفوق علامة ST اللي هي آخر حرفين في كلمة first. وكذلك second نختصرها ب2 وعليها من فوق صغيرة ND second. بعد كده third نختصرها ب3 وعليها من فوق صغيرة RD اللي هي آخر حرفين في كلمة third. يبقى third 3 وفوقها صغيرة كده RD. fourth fifth 6. السبيلنج بتاع الكلمة fourth FOURTH يبقى 4 وفوقها صغيرة TH. fifth تبقى 5 وفوقها صغيرة TH. six يبقى 6 وفوقها صغيرة TH، وهكذا. لو عايزة بقى أقول 21 أبريل على النظام الأمريكي، ببدأ بالشهر الأول أقول April 21 أو April 21st أو 4/21. الشهر بيكون ناحية الشمال على عكس عندنا في الدول العربية. يبقى دول الثلاث طرق اللي بنكتب بيهم التاريخ على الطريقة الأمريكية. تعالوا بقى نقارن بين أمريكا باقي دول العالم. لو عايزة أقول 21 أبريل في أمريكا بقول بإحدى الثلاث طرق دول اللي هي April 21 April 21 أو April 21st April 21st أو 4/21. لو عايزة أقول بقى 21 أبريل بالنسبة للدول العربية وباقي دول العالم وإنجلترا معاهم، 21 أبريل تبقى 21 April 21 April. الطريقة التانية 21st April. الطريقة التالتة 21 شرطة 4، يعني 21 وجنبها 4. طيب تاريخ زي الموجود قدامي ده 6 شرطة 5 شرطة 2015، يا ترى ده تاريخ مكتوب على الطريقة الأمريكية ولا على الطريقة الإنجليزية وباقي دول العالم؟ عندنا في مصر بنكتبه، لو عندنا في مصر هيبقى 6 دي هي اليوم، 5 الشهر، وآخر حاجة دي هتبقى السنة 2015 هتبقى السنة، لأن معظم دول العالم كانت احتلال إنجليزي، فبنكتب التاريخ على الطريقة الإنجليزية أو طريقة إنجلترا. طيب لو مواطن أمريكي بقى هيبقى بالنسبة له إن ال6 دي هي الشهر وال5 هي اليوم، و2015 تفضل زي ما هي السنة. طيب ايه الحيرة بقى دي؟
كده كل العالم هيقع في ورطة بسبب التاريخ. يعني احنا مش فاهمين ده يا ترى على الطريقة الأمريكية ولا على الطريقة الإنجليزية. لذلك العالم كله بيتجنب طريقة الأرقام، علشان ما نقعش في حيرة ان الستة دي ممكن تكون الشهر والخمسة اليوم، او العكس، الستة ممكن تكون اليوم والخمسة تكون هي الشهر. فبقينا نكتبه بطريقة تانية. ممكن اقول ان 6/5/2015 بالنسبة للطريقة الامريكية هي جون 5 او جون 5. طيب لو على الطريقة الانجليزية وباقي دول العالم ممكن اقول 6 May أو 6 May. 6 الترتيبية اللي بضيفلها TH، أو 6 بس من غير TH. للسؤال على التاريخ، أي يوم هو هذا اليوم؟ What day is it today? What day is it today? الإجابة It's Sunday أو It's the 19th. الطريقة التانية، ما هو التاريخ؟ What date is it? What date is it? الإجابة It's the 19th. It's May 19th. It's May 19th. What is the date today بتساوي What is today's date. ما هو تاريخ اليوم، أو ما هو التاريخ اليوم. لو عايز بقى تقول تاريخ ميلادك باللغة الإنجليزية، لازم تعرف مصطلح كده مهم. I was born، يعني أنا اتولدت. I was born دي قاعدة اسمها المبني للمجهول، هناخدها قدام إن شاء الله. احفظها بس دلوقتي كده زي ما هي. I was born in 1894، يعني أنا ولدت عام 1894. أو I was born in June 1894. أو لو عايز احدد بقى قوي واقولها باليوم بالظبط، I was born on June 17th 1894.